فيلمنا بيبدأ مع شخص بيصحى من النوم وبيلاقي نفسه محبوس في أوضة على شكل مكعب، وبيبدأ يكتشف المكان من حواليه، فبيلاحظ إن المكعب ليه 6 أبواب واللي بيكونوا عبارة عن مخارج ل6 مكعبات تانيين، وبيفتح واحد من الأبواب دي وبينط منه لمكعب تاني، لكن فجأة بيظهر إن المكعب فيه فخ واللي عبارة عن شبكة من الحديد بتخبط فيه وتقطعه لحتت صغيرة. وفي نفس الوقت بنروح لمكعب تاني وبيفوق واحد اسمه كوينتين، وبيبدأ إن يتنقل بين المكعبات بحذر لحد ما بيلاقي مكعب جواه شخص فاقد الوعي، وبيعرف من الاسم المطبوع على هدومه إن اسمه ديفيد، وبيحاول إنه يفوقه، وبعدها بيتفاجئ بواحد من المخارج بيتفتح وبيلاقي واحدة ست بتبص عليهم، فبيستخبى وبيشدها ويوقعها على الأرض، وبيشك إن هي اللي حبستهم هنا، وبيبقى لسه هيضربها لكن بيلاقيها خايفة زيهم بالظبط، فبيستنتج إنها مجرد سجينة وبيحاول يهديها ويطمنها إنه مش هيأذيها. وبنعرف بعدين إنها دكتورة واسمها هيلين، وفجأة بيسمعوا صوت واحدة بتعيط وبيعرفوا المكعب اللي هي فيه من تحديد اتجاه الصوت، فبيفتحوا المخرج وبيدخلوها معاهم، وبتكون شابة واسمها ليفين وبتبقى مرعوبة ومش فاهمة حاجة. فجأة بيتفتح المخرج اللي في السقف وبيدخل عليهم الشخص الخامس وبيكون اسمه رين، فبتوجه هيلين كلامها لكوينتين وبتسأله عن السبب اللي مخليه يتنقل بحذر بين المكعبات، فبيقول إنه اكتشف وجود فخاخ في مكعبات معينة، وبتكون ليفين مرعوبة من اللي بتسمعه، وبيلاحظ كوينتين إن النضارة بتاعتها واقعة، فبيديها لها وبيطمنها إنه شرطي ومش هيسيبها غير لما تخرج من المكان ده. وبتظهر على الكل علامات الخوف باستثناء ديفيد اللي بيكون هادي جدا وبيبان إنه يعرف حاجة ومخبيها، فبتروح هيلين تطمن عليه وبتكتشف إنه مصاب في راسه لكنها بتبقى إصابة خفيفة. أما رين فبيبقى مش مركز معاهم وبيبدأ إن يفتح المخارج اللي حواليهم، وبيستخدم الجزمة بتاعته وبيرميها في الأوضة قبل ما يدخلها علشان يتأكد إذا كان فيها فخ ولا لأ، وفعلا بتتحرق الجزمة، فبيستنتجوا إن الأوضة فيها مستشعر حركة، فبيهديهم كوينتين وبيسألهم دخلوا المكان ده إزاي، لكن محدش منهم بيكون فاكر حاجة، وبيظهر إنهم كانوا بيمارسوا حياتهم بشكل طبيعي وفجأة صحوا في المكان ده، وبيكونوا طول الوقت سامعين حاجات بتتحرك خارج المكعب اللي هم موجودين فيه لكن مش عارفين هي إيه. وبتقترح ليفين إنهم يفضلوا في مكانهم لغاية ما حد يجي ينقذهم، لكن ديفيد بيقول إن مفيش حد هيجي، وبيبدأ كوينتين يفكر ويخمن إن المكان ده عبارة عن متاهة ملهاش غير مخرج واحد، وبيقولوا إنهم لو قدروا يتحركوا في المكعبات الصحيحة هيقدروا يوصلوا للمخرج ده، فبيبدأوا ينفذوا فكرة رين وهي إنهم يختبروا الغرف عن طريق الجزم بتاعتهم. وفي طريقهم للخروج من المكعب اللي هم فيه بتلاحظ ليفين إن عند كل مخرج فيه رمز مكون من 9 أرقام، وبيخمنوا إنه بيمثل رقم الغرفة أو المكعب، ولكنه بيبقى رقم كبير جدا، وده معناه إن عدد المكعبات في المكان ده أكتر من 400 مليون مكعب. فبتتمنى هيلين إن تخمينهم يكون غلط، وده لأنهم مش هيقدروا يعيشوا من غير أكل وشرب أكتر من 3 أيام، واللي طبيعي بتكون مدة غير كافية علشان يكتشفوا كل المكعبات دي. وبعدها بيتحركوا للمكعب اللي بعده، وعلى الرغم من إن الجزمة مش بيحصل لها حاجة إلا إن رين بيرفض يخليهم يدخلوا، وبيقول إن الغرفة هواها جاف وده معناه إن جواها مستشعر كيميائي بيكتشف أجسام الكائنات الحية بس، فبينبهروا بذكائه، وبيركز كوينتين في اسمه وبيكتشف إنه مجرم محترف وإنه هرب من السجن قبل كده أكتر من 6 مرات باستخدام ذكائه، فبيطمن الأربعة إنهم في أمان معاه، وبيقول رين إنه بيساعدهم بس لأنه محتاج أكبر عدد من الجزم وإنه مش خايف عليهم ولا حاجة. بس أثناء ما هو بيتكلم بينط للمكعب اللي جنبه، لكن فجأة بتخرج مادة سامة فبيرجعوه بسرعة للأوضة بتاعتهم، وبيحاولوا إنهم ينقذوه لكن جسمه بيبدأ في التآكل لحد ما يموت. وبيتصدم الأربعة الباقيين وبيخافوا، وبيستنتجوا إن اللي حط الأفخاخ دي أذكى منهم كلهم، وبيحس الأربعة باليأس وبيكون نفسهم يعرفوا سبب وجودهم في المكان ده. أما كوينتين فبيكون متأكد إن كل شخص فيهم ليه وظيفة معينة وإن كلهم لازم يتعاونوا علشان يخرجوا من المكان ده، وبيكون عارف إن كونه شرطي ده اللي بيميزه، وهيلين دكتورة وتقدر تنقذ أي حد فيهم، وبيكون عاوز يعرف ميزة ليفين لكنها بتقوله إنها مجرد بنت عادية وما عندهاش أي مميزات. فبيسأل ديفيد اللي بيقوله إنه موظف عادي وبرضه ما عندوش أي موهبة، وأثناء ما هما بيتكلموا بيلاحظوا إن كل متعلقاتهم الشخصية اتاخدت منهم باستثناء النضارة بتاعت ليفين، فبيستنتج كوينتين إنها هتفيدهم في حاجة، وبيخمن إن الحاجة دي ليها علاقة بالأرقام اللي عند كل مخرج، وبيطلب من ليفين تركز في الأرقام دي كويس يمكن تعرف حاجة. فبتكتشف ليفين إن كل الغرف اللي بدون أفخاخ كانت بأرقام غير أولية، وبكده نكون عرفنا إن موهبة ليفين هي الحسابات والأرقام بشكل عام. وعلشان يتأكدوا من كلامها بيرموا جزمة من معاهم في أوضة برقم غير أولي، وبيكتشفوا إنها فعلا مفيهاش فخ، وبيعتمدوا على كلامها وبيبدأوا إنهم يتحركوا بين المكعبات، لكنها بتبقى بتحتاج وقت طويل علشان تتأكد من رقم الأوضة إذا كان أولي أو لأ. فبيحاول كوينتين إن يستغل الوقت ده ويسليهم، فبيكلمهم عن نفسه وبيقول إن عنده 3 أولاد وإن زوجته انفصلت عنه، بس بيلاحظ إن ديفيد رافض يتعاون معاهم فبيشك فيه. وبعدها بيوصلوا لأوضة معينة بس بيلاقوا إن أرقام الغرف اللي حواليهم بتدل إن كلها مفخخة، وبيكون ما قدامهمش غير إنهم يشوفوا رقم الغرفة اللي في السقف،
فبيستخدم كوينتين لياقته البدنية وبيطلع يشوفها، وبمجرد ما يفتح المخرج بيقع عليهم شاب، وبيعرفوا إن اسمه كازانو وإنه من ذوي القدرات الخاصة، فبيحسوا إنه هيكون حمل عليهم وبيتضايقوا. بس هيلين بترفض إنهم يتخلوا عنه، وبتبدأ تتعامل معاه بكل هدوء علشان يسمع كلامها. وبعدها بيوصلوا لأوضة تانية وبيدخل كوينتين أول واحد، لكن فجأة بيلاحظ حاجة حواليه وبيكتشف إن الأوضة مفخخة وإنه اتحبس جوه الفخ، لكن بيستخدم ذكائه وبيقدر يخرج من الفخ ده. ومع ذلك بيتصاب في رجليه إصابة خفيفة، فبتربط له هيلين الجرح علشان يكملوا مهمتهم. وبيظهر إن كازان خاف من صوتهم العالي وبدأ إن يبكي، فبيتعصب كوينتين منه وبيزعق لهم إن يسكتوه بأي طريقة، وبيكون لسه في المكعب اللي قبلهم. فبيروح ديفيد لعنده وبيحاول إن يهديه، وفي الوقت ده بيستغل كوينتين الفرصة وبيتكلم مع البنتين، وبيقول إن شاكك في ديفيد لأنه ساكت طول الوقت، وبيخمن إنه جاسوس وإنه ليه علاقة في اللي بيحصل، وبيكون واثق من كلامه، وده لأنه بيعرف يقرا الناس كويس. لكن البنتين بيكونوا مش مقتنعين، وبيرجع ديفيد ومعاه كازان بعد ما قدر إن يهديه، وبيستنتج الأربعة إن موضوع الأرقام معقد أكتر ما هما كانوا فاكرين. وبيبدأ كوينتين وديفيد إنهم يتخانقوا، وبيأمروا كوينتين إنه يدخل أول واحد للأوضة اللي جاية، لكن ديفيد بيرفض، وده بيخلي كوينتين يشك فيه أكتر. فبيرد عليه ديفيد وبيقول إن كل محاولاتهم دي هتفشل، وده لأن مفيش طريقة للخروج أصلا. فبيستنتج الأربعة إنه يعرف حاجة فعلا، وبيجبروه إن يتكلم. فبيضطر ديفيد إن يعترف ويقول إنه كان من ضمن المهندسين اللي بنوا غلاف المكعب الكبير، ولكنهم كانوا عازلينه في مكتب لوحده، علشان كده ما يعرفش أي تفاصيل عن المشروع ده ولا عن سبب حبسهم جواه، وإنه كمان ما يعرفش أي حاجة عن الأرقام ولا عن معناها. وكمان بيقول إنه حتى ما يعرفش مين صاحب المشروع ده، وإنه كان بيضطر ينفذ الأوامر بدون ما يعرف أي تفاصيل. فبيتعصب كوينتين عليه وبيبقى هيضربه، لكن هيلين بتهديه وتقول إنه الوحيد اللي يعرف حاجات كتير عن المبنى ده، وإنه ممكن يساعدهم في الخروج. فبتبدأ ليفين تتكلم مع ديفيد وبتعرف منه أبعاد المبنى من بره، وعن طريق معرفتها بأبعاد كل غرفة هتقدر تحدد عدد الغرف التقريبي. فبتستنتج إن الرقم اللي موجود عند كل غرفة هو عبارة عن إحداثيات بتساعدهم يعرفوا مكانهم فين في المكعب الكبير. وبتقدر تعرف إنهم على بعد 7 غرف من حافة المبنى، وبيكون ما عندهمش حل تاني غير إنهم يمشوا وراها. وبيكون كوينتين لسه مصمم إن ديفيد هو اللي يدخل الغرف قبلهم، وده لأنه أقل فايدة فيهم، ولو مات مش هيخسروا حاجة. بس هيلين بترفض وبتقول إن العدل يمشوها بالدور. وبعدها بيوصلوا غرفة معينة وبتكون ليفين مستغربة إحداثياتها، وده لأن أرقامها بتقول إنها خارج المكعب أصلا. وبيدخلوها وبيكتشفوا إن كل الغرف اللي حواليهم مفخخة، فبيبدأوا يدوروا على أسهل فخ فيهم، وبيلاقوا فخ منهم بيشتغل بالصوت. بس بيقول كوينتين إنه خايف من كازان، وإن لازم يحبسوه في غرفة ويسيبوه، وده لأنه مش هيقدر يعدي من الفخ ده. بس هيلين بترفض تسيبه، فبيقرروا يشرحوا لكازان خطورة الموقف ويأمروه ما يتكلمش. وبيبدأوا يعدوا من الفخ ده واحد واحد لحد ما بيجي الدور على كوينتين، واللي بيكون آخر واحد فيهم، وبيضحك كازان بالغلط، وبسببه بيكون كوينتين على وشك إنه يموت، لكن بيهرب من الفخ على آخر لحظة. بس بسبب كده بيحاول إنه يضرب كازان، لكن هيلين بتتدخل وبتدافع عنه. بس كوينتين بيتخانق معاها، وبيلاحظوا إن كوينتين شخص عصبي ومش بيقدر يتحكم في نفسه. فبتقول هيلين إن طبيعي زوجته تسيبه وتتخلى عنه، فبيتعصب كوينتين من كلامها وبيضربها بالقلم. وبعدها ديفيد بيفتح المخرج اللي عليه الدور، وبيكتشفوا إنهم وصلوا لحافة المبنى، لكنهم بيبقوا على ارتفاع عالي جدا ومفيش أي وسيلة للنزول. فبتتطوع هيلين إنها تخرج وتستكشف المكان، وبيقلع كل واحد منهم جزء من هدومه وبيعملوا منها حبل طويل، وبتمسك هيلين في طرف الحبل وبتخرج، وبيمسك الباقيين في الطرف التاني. وبتبدأ هيلين تدور على أي حاجة تساعدهم، لكن أثناء ما هي بتنزل بيفلت الحبل من إيديهم، وبتكون هيلين هتقع، لكن بيقدر كوينتين يلحقها في آخر لحظة، وبيمسك إيد هيلين لكن بيقرر يسيبها تقع وتموت. وبيفهم الباقيين إنه ملحقش يمسكها، وبيمثل إنه مصدوم ومتضايق. وبسبب اللي حصل بتقول ليفين إنها تعبانة جدا ومش قادرة تفكر، فبيقرروا يناموا ويرتاحوا شوية. وأثناء ما هما نايمين بتبقى الغرف بتتحرك من مكانها، بس هما مش بيكونوا حاسين بحاجة. وبتفوق ليفين وبتكتشف إن كوينتين شالها ونقلها للأوضة اللي جنبهم، وبيكون عاوز إنهم يكملوا حل المتاهة لوحدهم. وبيقول إن الباقيين بيعطلوهم مش أكتر، وبيحاول إن يتحرش بيها لكنها بتتخانق معاه وبترفض إنها تمشي من غيرهم. وفي الوقت ده بيقدر ديفيد وكازان إن يوصلوا للأوضة اللي هما فيها، وبيقف ديفيد قدام كوينتين وبيتحداه. فبيحاول كوينتين إن يخوفهم، وبيقول إن هيلين لما اتخطت حدودها معاه ماتت على طول، فبيستنتجوا إن هو اللي قتلها وبيتصدموا. وبيبدأ كوينتين يضرب ديفيد، وبعدها بيفتح المكعب اللي تحتهم وبيرميه فيه، وبيستغربوا لما بيلاقوا ديفيد بيضحك. وبيدخلوا عنده بيلاقوا جثة رين، فبيستغربوا جدا، وده لأنهم سابوا الجثة في غرفة بعيدة جدا عن المكان ده. فبيعرفوا إن الغرف بتتحرك من أماكنها، وده يبقى سبب الصوت العالي اللي بيسمعوه. وبتبدأ ليفين تركز في الأرقام تاني، وبتكتشف إنها مش بس بتدل على مكانهم في المكعب، ولكنها كمان بتقدر تحدد هما هيتحركوا فين وهيوصلوا لحافة المكعب إمتى. ولكنها بتبقى حسبة معقدة جدا ومحتاجة وقت طويل. وبتفتكر الأوضة اللي دخلتها قبل كده، واللي بتقول إن الأوضة كانت خارج المكعب.
وبتستنتج إنها عبارة عن جسر، ولو قدروا يوصلوا لها وفضلوا جواها لحد ما تتم دورة كاملة وترجع مكانها تاني، وقتها بس هيبقوا عند المخرج. وبيقرروا إنهم يدوروا على الغرفة دي بسرعة قبل الغرف ما ترجع تتحرك من تاني. وبترجع ليفن تركز في الأرقام، وبتكتشف إن الغرف اللي فيها فخ مش اللي بتكون من الأرقام الأولية، لأ هي اللي بتتكون من أسس الأرقام الأولية. وبتكون المشكلة هي إن الأرقام صعبة جدًا وهتحتاج وقت طويل علشان يقدروا يحددوا إذا كان فيها فخ والّا لأ. بس فجأة بيبدأ كازان إن يتكلم وبيقدر يحسب الأسس بمنتهى السهولة، وبيكتشفوا إنه عبقري في الرياضيات، وإنهم لو كانوا اتخلوا عنه يبقى عمرهم ما يعرفوا يخرجوا من المتاهة دي أبدًا. وبيقدر إن يساعدهم في حل الألغاز دي بكل سهولة. وأثناء ما بيتحركوا بين الغرف بيحاول ديفيد إن يقفل المخرج على كوينتين علشان يخلصوا منه، لكنه بيقدر يفلت منه وبيبدأ يجري وراهم وبيكون عاوز ينتقم من ديفيد. لكن ديفيد بيحضر له فخ وبيكون فاتح المخرج اللي في أرضية المكعب، فبيقع كوينتين وبيموت. وبيفرح التلاتة إنهم قدروا يتخلصوا منه، وبيرجعوا يكملوا بحثهم عن غرفة الجسر. وبيوصلوا الغرفة بتلاقي فيها ليفين جزء مكسور من النضارة بتاعتها، فبتستنتج إن دي الأوضة اللي بدأوا منها. وبناء على حساباتها بيكون فاضل لهم أوضة واحدة ويوصلوا لغرفة الجسر. وفعلا بعدها بيوصلوا للأوضة اللي بتمثل الجسر، ولما بيفتحوا المخرج بتاعها بيلاقوا ضوء جامد قدامهم، فبيستنتجوا إن خطتهم نجحت وبيفرحوا. لكن المفاجأة إن ديفيد بيكون رافض إنه يخرج، وبيقول إن ما عندوش أي سبب يخليه يخرج للعالم اللي مليان غباء البشر. وفجأة بتطعن ليفين من ظهرها بتموت، وبيكتشفوا إن كوينتين هو اللي قتلها وإنه لسه عايش. وبعدها بيقرب من ديفيد وبيطعنه هو كمان، وبيكون كازان مرعوب من اللي بيحصل وبيقدر إنه يمشي في اتجاه الضوء الأبيض. وبيحاول كوينتين إنه يخرج وراه، لكن المخرج بيتقفل فجأة علشان الأوضة هتتحرك، فبيتقفل على جسم كوينتين وبيقتله. وبكده يكون كازان هو الناجي الوحيد من المتاهة. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك واشتراك لو لسه مشتركتش، وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.